اهلا بكم في حلقة جديدة من سينما تكنيك. انا احمد عبودة، والنهاردة هنتكلم عن الالوان في السينما. الالوان في السينما هي جزء مهم جدا من التجربة البصرية للفيلم، فهي مسؤولة عن المزاج والشعور العام بالفيلم. الالوان ممكن تحدد لنا المدة الزمنية اللي بيدور فيها الفيلم، سواء دلوقتي او في الماضي او في فلاش باك او في حلم. الالوان ممكن تدينا معلومة او صفة عن الشخصية او عن حالتها. ازاي بيتم استخدام الالوان في السينما؟ عن طريق عدة طرق. اولهم ان احنا نستخدم المكان، الديكور، اللبس، الحاجات المعينة اللي جوه الفيلم اللي احنا بنختارها بتكون ألوانها بشكل ما. الإضاءة عن طريق ان هو يحط فلتر على الإضاءة، او ان هو يحط جل على عدسات الكاميرا او على خام الفيلم نفسه، زي مثلا فيلم بلو لما حطوا جل على عدسات الكاميرا لونه أزرق عشان يدي اللون الأزرق اللي هو عايز يديه. أو زي فيلم انمي اللي احنا اتكلمنا عنه برضو، لما لون الفيلم كله تقريبا أخضر في أصفر عشان يدي مود معين وحالة معينة. والطريقة الثالثة والأخيرة لاستخدام الألوان بتبقى عن طريق المونتاج، وده بيسموه color grading، وده بيبقى عن طريق الكمبيوتر بقى أو أدوات المونتاج، بأن هو يتلاعب بقى بالألوان بعد تصوير الفيلم. الألوان واستخدامها ليها أمثلة كتير جدا. طبعا مفيش قاعدة عامة في ده، ممكن مخرج يستخدم لون لمعنى معين وممكن يستخدمه برضو بعكس المعنى ده هو والطريقة اللي هو شايفها. فاللون الأحمر مثلا بيستخدم بيورينا التوتر، العنف، الرغبة، الممنوع، الحب، العاطفة القوية. اللون الأزرق معمول مثلا للوحدة والعزلة والحزن. الألوان الدافئة زي اللون الأصفر مثلا أو البرتقاني دي بتبقى الحنية والعطف والنوستالجيا. طبعا اللون البينك ده بقى مثلا زي النعومة والبراءة والأنوثة، السعادة والرومانسية. طبعا الألوان ليها درجتين، وكذلك ألوان كثير جدا، بس درجة اللون كمان بتفرق. فبنلاقي في الألوان القوية بقى الهايلي ساتيوريتد، الألوان الواضحة قوي بتدي إحساس بالهايبر كده في المشهد، وبرضه ممكن تدي إحساس كرتوني شوية، إن هو المشهد ده كرتوني زيادة عن اللزوم. بتعلي الإيموشن جدا وبتزود الإفكت بتاع المشهد أيا كان إيه هو. الالوان الضعيفه بقى اللي هي الديساتيوريتد، الالوان اللي هي ممسوحه، دي ممكن تعبر بقى عن الفقر والاكتئاب والحزن، تستخدم بالطريقه دي وبتستخدم عشان الافكت ده. طريقه استخدام الالوان في الفيلم بتتم طبعا بقى ما بين المخرج ومدير التصوير، ان هم قبل الفيلم ما بيتعمل بيختاروا باليت معينه الالوان، ودي بتبقى مجموعه الوان متناسقه مع بعض او مش متناسقه. انواع الباليت دي بقى بتبقى ايه؟ في الانالوجس اللي هو بيبقى لون طاغي، واخواته بقى الصغيرين اللي هم متفرعين منه. في الكومبلمنتري اللي هم الوان متوافقه مع بعض بس بيبقوا الوان عكس بعض، يعني زي الاصفر والازرق هما مع بعض شكلهم حلو جدا ولكنهم عكس بعض. في المونوكروماتيك زي اللي هو يستخدم ابيض بزياده او اسود بزياده او ابيض واسود، وده ممكن مثلا يبقى لونين طاغيين جدا اللي هما مثلا زي فيلم ذا ماتريكس، الفيلم معظمه اخضر جدا، وده عشان يدي احساس معين ان العالم ده ديجيتال. وفي الترياديك اللي هو ثلاثي بقى بيبقى 3 الوان عامة بتبقى ماشية طوال الفيلم وموجودة في معظم المشاهد، زي أفلام السوبر هيروز مثلا وأفلام الكوميك بوكس، وده بيبقى معمول عشان يدي إحساس إن هو فيلم ده عبارة عن كوميك أو قصة مصورة. طبعا دي مجرد قواعد عامة، ولكن الألوان في السينما لها تأثير على عقلية المشاهد أكتر بكتير مما هو متخيل. المخرج الشاطر مع مدير تصويره بيعرفوا إزاي يستخدموها بطريقة مخفية، ولو هيستخدموها بوضوح يستخدموها بشطارة، يبقى شيء مقصود مش معمول بالغلط. وكل ده في الآخر بيصب في مصلحة إن احنا ندخل في جو الفيلم ونشعر باللي الناس دي عايزانا نشعره. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك، شير، سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.